اهلا بيكم واول حلقه النهارده من حلقات سلسله بورصه المدربين، واللي هنتكلم النهارده عن مدربين الدوري المصري وعن الجوله الثامنه. الجوله الثامنه من الدوري المصري شهدت هبوط وصعود اسهم بعض المدربين في الدوري المصري. تعال نتكلم عن اول الاسهم الهابطه معانا، وهو سهم المدير الفني الكابتن احمد ايوب. الكابتن احمد ايوب رغم فرق الامكانيات بين حرس الحدود والزمالك طبعا لصالح الزمالك، لكن بيخسر 4-0. طبعا اداء كان سيء جدا من حرس الحدود نتيجه واداء، والدليل على كده على هبوط اسهمه ان فريقه حرس الحدود بيتزايد جدول ترتيب الدوري المصري. وتاني مدير فني معانا هبط اسهمه هو الكابتن حسام حسن، اللي بيتعادل المباراة التانية على التوالي مع المقاولين العرب 2-2. الكابتن حسام حسن كان متوقع ان هو يفوز في المباراة دي، خاصة ان هو عارف الفريق وحافظ امكانيات الفريق، لكن بيفشل المرة التانية ان هو يحقق الانتصار. فبالتالي اسهم كابتن حسام حسن بتظل في الهبوط مع النادي المصري، وتظل في الهبوط ايضا في الدوري المصري بشكل عام، لان حسام حسن بقاله فترة كبيرة ما قدمش اي نجاحات في الدوري المصري. تالت مدير فني معانا النهارده هو الكابتن ايهاب جلال، واحنا عارفين الحكم متسرع جدا على الكابتن ايهاب جلال، لان هو لسه ماسك فاركو بعد نونو الميدا ما ساب الفريق. ايهاب جلال قابل النادي الاهلي في اول مباراه، كان متعادل 1-1 لغايه الدقيقه 96. كان مقدم اداء دفاعي قوي جدا، لكن بيخسر المباراه في اخر دقيقه. وده طبعا يعني حاجه ما ينفعش يحصل من كابتن ايهاب جلال، اللي هو مدير فني لمنتخب مصر ويعتبر من احسن المديرين الفنيين في مصر في الفتره الاخيره، واللي بتظل نتائجه في الهبوط بداية مع منتخب مصر ثم المصري، وأول مباراة ليه مع فاركو بيهبط، ولذلك هو أسهمه هبطت في الدوري المصري معانا الأسبوع ده. دلوقتي هنتكلم عن أسهم المدربين اللي صعدت في الدوري المصري في الجولة الثامنة. السهم اللي صعد معانا اللي هو في المركز الثالث كان سهم المدير الفني النادي الأهلي مارسيل كولر. كولر بعد التعادل مع فيوتشر بيقدر يفوز على فاركو في الدقيقة الأخيرة الدقيقة 96 بهدف لمحمد شريف. الأهلي ما قدمش مباراة قوية يعني في المجمل، لكن اللي عجبني في المباراة تغييرات مارسيل كولر في الدقيقة الأخيرة، إن هو حاول يهاجم بكل قوة عشان يحقق الفوز، وده فعلا اللي قدر يحققه. تاني مدير فني معانا صعد هو المدير الفني نادي الزمالك، اللي بيحافظ على سلسلة الانتصارات وبيفوز على نادي حرس الحدود 4-0، وبيظهر فيه شخصية البطل، وكمان بتظهر شخصية المدير الفني في موضوع ضربة الجزاء اللي كان إمام عاشور عايز يشوطها، ولا المفروض إن زيزو هو ترتيبه الرقم واحد، وفعلا زيزو بيشوط ضربة الجزاء وبيحرزها لما أحمد فتوح اتدخل. فدي برضه بتدل على شخصية المدير الفني. واخر سهم معانا وهو حصل على المركز الاول هو سهم المدير الفني للنادي الاسماعيلي الكابتن ايمن الجمل. كابتن ايمن الجمل بيحقق الانتصار الاول للاسماعيلي في الدوري المصري الموسم ده. كان يعني الاسماعيلي مر بفتره تعادلات وخسائر تحت قياده خوان كارلوس جاريدو، والكابتن ايمن الجمل كان تولى الاسماعيلي في مباراه بيراميدز وخسر، لكن النهارده وفي الجوله دي بيقدر يفوز على ام بي 2-1. وده كان ليه نتيجه مهمه جدا، ان المهندس يحيى الكومي أعلن إن الكابتن أيمن الجمل مستمر في قيادة نادي الإسماعيلي كمدير فني دائم مع الإعلامي هاني حتحوت. نتمنى طبعا استقرار النادي الإسماعيلي، ودي تكون بداية لسلسلة انتصارات. ودي يا صديقي كانت نهاية حلقتنا النهارده في السلسلة الأولى من سلسلة بورصة المدربين. النهارده اتكلمنا عن الجولة الثامنة، الأسبوع الجاي مع الجولة التاسعة هنعمل برضه بورصة المدربين، وقريبا جدا بورصة اللاعبين. أشوفكم الحلقة الجاية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.